السلام عليكم، صافا لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. معكم ابتسام التايدي، اخصائيه تقويم النطق، خريجه اسبيت ديال الرباط. فاول حاجه مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي صراحه الله حتى كنت وجدتها وغنحطها، وهو يخرج الجديد ديال اسبيت 2026. فقلت ما يمكنش، خاصني ضروري حتى نعطيكم المعطيات ونعطيكم اهم الجديد ولا اهم الحوايج اللي مهمين واللي غادي يفيدوكم. فاول حاجه هنا غادي نهضروا ان شاء الله على العتبات ولا على لي ستيت تقريبيين في هذا العام ديال 2026 اللي هو عام متميز، عام استثنائي. لاش؟ لان اول حاجه نقصوا عدد المقاعد تقريبا 50%، زائد ان خرج الكونكور بكري، يعني غالبا غادي يكون التنافس كبير، وكاين احتماليه كبيره ان النقط ولا العتبات غادي يطلعوا بحكم ان خرج بكري، وبحكم ان عدد المقاعد كما قلت لكم نقصوا. فتبعوا معايا عافاكم الفيديو من الاول حتى الاخر، لان غادي نعطيكم جميع المعلومات الاساسيه، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي تخرجوا على الاقل فاهمين وعارفين تقريبا ليش ممكن انكم تدفعوا. فاول حاجه ما تنساوش انكم ديروا ابوني لاشين يوتيوب ديالنا باش يوصلكم كل جديد فيما يتعلق بالسبيت. فبالنسبه للانستغرام ديالنا اللي كيسولوني عليه هو توجيه لاب. انا في انستغرام كنكون اكتيف معكم اكثر من اليوتيوب، لان كنلقى فيه راحتي، كيكونوا فيه لي لايف، كيكونوا فيه لي فيديو خفافين ظرافين، كيكونوا فيه لي بوبليسيتي، لي بوبليكاسيون. دونك كيكون اسهل انني نبارطاجي معكم فيه. فحاولوا انكم تدخلوا تلتحقوا بنا. وهنا في لا اون غادي تلقاو اسبيت 2026 اللي فيها كل ما يتعلق باسبيت ريكروتمون، كل ما يتعلق بالكونكور ديال التوظيف مور اسبيت، تخصصات ديال اسبيت الى اخره. دونك هذا هنا في لاشين يوتيوب ديالنا شحال من واحد مازال ما عارفش باللي كاين عندنا بلاي ليست، غادي تلقاو فيه التخصصات ديال الاداب، غادي تلقاو فيه لي موديول ديال اسبيت، غادي تلقاو فيه التصحيح ديال بعض المباريات، بعض الدروس ديال التحضير بالنسبه للفرنسيه. فاي حاجه متعلقه بالاسبيت غادي تلقاوها هنايا. دونك شنو هما التخصصات اللي عندي الحق انني ندفع ليهم في السبيت؟ دونك على حسب الباك ديالك. الا كان عندك علوم تجريبيه، شنو كنقصدوا بعلوم تجريبيه؟ كنقصدوا بها سيونس فيزيك ولا سيونس اس في تي، داكوغ. والا كان عندي سيونس مات فعندي الحق ندفع جميع التخصصات ديال السبيت، كنختار التخصص اللي بغيت. طبعا عندي الحق ندفع لتخصص واحد فكنختار التخصص اللي بغيت. ولكن الا كان عندي باك ايكونومي عندي الحق ندفع غير الاحصائيات الصحيه. وإلا كان عندي باك علوم تكنولوجيات عندي الحق ندفع غير صيانة المعدات البيوطبية. بالنسبة الطابلو كما كتشوفوا، فكما فاش غتبغيو تسجلوا في اسبيت كيعطيوكم تختاروا المسلك والشعبه، كتختاروا الفيليير او لوبسيون. فالفيليير هي المسلك، عندنا هنايا العلاجات التمريضيه، عندنا تقنيه الصحه، عندنا الترويض واعاده التاهيل، القباله والمساعده في المجال الطبي والاجتماعي. فهادو هما لي فيليير ولا المسالك. عندنا الشعب، كل مسلك فيه مجموعه من الشعب ولا من التخصصات. وطبعا على حسب كل تخصص فاش كيدوز، الاغلبيه كيدوزوا في اس بي تي زائد الفرنسيه. جميع التخصصات كيدوزوا في الفرنسيه زائد ماده واحده اخرى، يا اما العلوم يا اما الكيمياء يا اما الفيزياء، على حسب كل تخصص. هانتوما هنايا راهم باينين. مساعد اجتماعي كيدوزوا في الفلسفه وعلم الاجتماع. بالنسبه لصحابين اداب وعلوم انسانيه ما نسيتكمش، فعندكم الحق في 4 ديال التخصصات. الا كنتو ناويين انكم تدفعوا المساعد الاجتماعي كدوزوا فلسفه علم الاجتماع والفرنسيه. والا كنتو باغيين تدفعوا لتخصص من التخصصات ديال الترويض، مصحح النطق ولا الترويض النفساني الحركي ولا الترويض بالعمل، كدوزوا في الاس بي تي والفرنسيه. واخا ادب كيخصك ضروري تمشي تقرا الدروس ديال الاس بي تي وتبريباريهم مزيان، وماشي شي حاجه اللي مستحيله. يكفي ان تكون عندك الرغبه وعندك طموح وباغي انك تدخل وتخدم في هذاك التخصص، غتقاتل عليه. بحكم ان تبارك الله ما شاء الله اغلبيه اللي قريت هذا العام في اللغتوفوني قسم تقريبا فيه 80% كلهم اداب. فهذه ملاحظه اللي لاحظتها. المراحل، عندنا المرحله الاولى هي انكم اسيادنا دابا حاليا بدا التسجيل، هي انكم كتمشيو كتعمروا واحد الاستماره كتسجلوا من السيت. صافي كتعمروا المعلومات ديالكم، وراه حطيت لكم فيديو فيه الطريقه ديال التسجيل الصحيحه. فحاولوا انكم تتبعوا داك لا فيديو باش انكم تسجلوا بطريقه اللي هي صحيحه. المرحله الثانيه هي ان كدوز اختبار كتابي. فكيفاش غادي نعرف راسي غادي ندوز الاختبار الكتابي؟ فاش كيسالي التسجيل غيسالي نهار 13، كدوز واحد الايامات،
يقدر دوز سيمانه، يقدر دوز 10 ايام على حسب. فكل عام وشحال يقدروا يبينوهم يومين قبل، 3 ايام قبل، سيمانه قبل الكونكور. فما كيكونش باقي نهائيا الوقت انك تبريباري، ولكن كتكون عارف راسك داك الساعه انك غادي دوز كونكور. فما كيعيطولك، ما كيصيفطولك ميساج، ما والو، كيحطوا لوائح في السيت الرسمي. داك الساعه نحط لكم انا فيديو غنقول لكم فوالا راه خرجوا النتائج ديال الناس اللي تقبلوا يدوزوا الاختبار الكتابي. صافي كيخصك داك الساعه تهز الورقه معاك ديال الورقه باش تسجلتي ولاكارت ناسيونال ديالك، وكتمشي كدوز الكونكور. هما كيحددوا لك البلاصه، الساعه، النهار بالضبط والتفاصيل كامله. فاون فوا كيبانوا النتائج كدوز اختبار كتابي. الاختبار الكتابي كتكون الماده الاولى هي على حسب واش العلوم ولا الفيزيك ولا المات، كيكون المعامل ديالها 2 والمده ديالها ساعه ونص. والفرنسي المده ديالها ساعه والمعامل ديالها 1. ولكن ردوا البال، راه واخا هكاك الفرنسيه كتقصي شحال من واحد، لان هذا كونكور ماشي امتحان. يعني خاصكم الكلاسمون. قد ما ضمنتي بلاصتك في اللائحه الرئيسيه قد ما كتضمن بلاصتك في ليسبيت. المرحله الثالثه وهي اختبار الاهليه، هو انني مور ما كنتقبل في الكتابي كندوز واحد اختبار الاهليه اللي كيشوفوني اللجنه واش انا مقتنع بالتخصص، واش عارف عليه معلومات، واش عندي درايه بليسبيت الى اخره. هاد اختبار الاهليه عندي عليه 3 د الفيديوهات هنايا في يوتيوب فيهم التفاصيل المفصله ديالو. فانتم حاليا ركزوا غير على الكتابي، راه هو كلشي. يكفي انكم تكلاساو من ليست برينسيبال، نسبه كبيره تقريبا كدا 90% كتقبلوا في ليسبيت. طبعا اللي مازال ما بدا البريباراسيون ولا مهتم انه يبدا البريباراسيون، فراه كنبريباري معكم انا شخصيا. عاود بلا مقاوله، انا كنبريباري معكم الاس في تي والفرنسيه، اس في تي بالبيوف ولا بالعربيه، وكنبريباري معكم حتى الفرنسيه فيها لي زاستوس، فيها شرح الدروس بالتفاصيل، فيها تصحيح المباريات السابقه، فيها التوجيه، المواكبه، اختيار الشعبه، ففيها جميع المعلومات. اي حاجه غادي تحتاجوها بالنسبه للكونكور. تجربه اكثر من 5 سنين، دابا 5 سنين ديال بريباراسيون، ولكن في التوجيه راه اكثر من 6 سنين. فاي واحد مهتم راه بقى ليا اخر جروب باقي فيه بعض المقاعد، اخر جروب غدا اول حصه. فما تضيعوش عليكم هاد الفرصه. الا بغيتوا تبريباريو على حق وطريق كما كنقولوا، الا بغيتوا انكم تدخلوا في بريباراسيون زوينه فريمون، كنحاول نعطي كل ما في جهدي باش يكونوا دي ريزولطا كما كل عام. الحمد لله كيكونوا دي ريزولطا زوينين اللي كنفتخر بهم كل عام الحمد لله. بالنسبه للبريباراسيون كتكون غير نجمه 6 في جروب واتساب وجروب فيسبوك فيرمي. كنحاول نعطيكم الماكسيموم. فغادي يكونوا 2-3 الحصص في النهار انطلاقا من غدا حتى النهار قبل الكونكور. فاللي انتريسي يتواصل معنا في النيميرو ديالنا اللي هنايا 06 27 37 61 53. هادو بعض الشهادات العام اللي فات. شوفوا معايا، هذه راها بنيته كانت ادبيه والحمد لله توفقات وتقبلت في مصحح النطق في الرتبه الا بقيت عاقله 3 ولا 4. وهنايا بعض الشهادات حتى هما د العام اللي فات اللي تبارك الله كيجيبوا دي تري بون كلاسمون. طبعا ماشي غير بالمجهود ديالنا، بالمجهود حتى هما ديالهم طبعا، لان كيديروا مجهود وكيحفظوا اي حاجه قلت لهم يحفظوها. كيحضروا، كيكون لونغاجمون، فهذا هو الاساس. بالنسبه للعتبات هو صلب الموضوع. فاول حاجه فاش كنهضروا على العتبه ما تقول ليش عندي النقطه في الباق قدا وقدا. كنحسبوا النقطه ما بين الوطني والجهوي. كنشد النقطه ديالي الوطني كنضربها في 0.75، كنزيد عليها النقطه ديال الجهوي في 0.25. هذه هي اللي كنهضروا على العتبه. فكيفاش كتحسب العتبه؟ هذا الجدول ديال 2025 لاحظوا معايا كان 8600 مقعد. وشوفوا معايا هاد العام راه يلاه 4958 مقعد. ففريمون فرق كبير. داكشي علاش قلت لكم ان هاد العام غادي يكون فريمون التنافس كبير بزاف سواء بالنسبه للكونكور سواء بالنسبه للانتقاء الاولي. كما راكم كتلاحظوا معايا هنايا. فمثلا نعطيكم مثال، مثلا عندي متعدد التخصصات طالبين في الرباط 70 مقعد، اذا غادي يهزوا 700 واحد اللي غادي يدوز الكونكور. صافي. فهنايا ديك 700 واحد دونك تا كيسالي التسجيل كيكلاسيو
اعلى نقطه وهما غاديين حتى كيوصلوا رقم 700. هذاك النقطه ديالو هي اللي كتعتبر العتبه. فحنا ما كنعرفوش 100%. السبيت ما كتحطش لوائح فيهم النقط. فهادشي اللي كنعطيكم فقط اجتهاد شخصي. حاولت نوجد لكم جداول اللي تاخذوا بهم فكره فقط، ماشي 100%. لاحظوا معايا بالنسبه للتخصصات اللي غالبا السي ديالهم غادي يطلع هما لانستيزي، لابوغاتوار، الغاديولوجي او لوغتوبسي، لان فيها غير 20 مقعد فقط في المغرب كامل، وحتى الحميه والتغذيه اللي فيها فقط 40 مقعد في المغرب كامل. يعني غالبا هذه غتقبل 14 15 الفوق. باقي التخصصات ممكن ان يعني يكون فيهم شويه. غادي نشوفوا هنا في الجدول هادو العتبات ديال العام اللي فات، غير تقريبا كنقولها ونعاودها تقريبا، لان يقدروا يكونوا كثر في بعض المدن، يقدروا يكونوا قل في بعض المدن، ولكن غير تقريبا. ديجا راه ممرض متعدد التخصصات هبطت العام اللي فات ل 12، ولكن هذا العام نقصوا عدد المقاعد فيها بزاف، اذا ممكن ان العتبه ديالها تطلع هي والتخدير والانعاش. بالنسبه للممرض في الصحه النفسيه غالبا كتقبل ب 10.11 فاصله. ممرض في العلاجات الاستعجاليه والعنايه المركزه ما بين 12 و 13. ممرض في صحه الاسره والصحه الجماعيه ما بين 10 و 11. ممرض مختص في امراض الكلى وتصفيه الدم ما بين 10 و 11. ممرض في امراض الشيخوخه ما بين 10 و 11. ممرض مختص في العمليات الجراحيه ما بين 10 و 11. ممرض في علاجات المواليد والاطفال ما بين 11 و 12 13 في كازا 13 الفوق. تقنية الصحة المختبر 15 العام اللي فات، ولكن تقدر توصل حتى 17. محضر في الصيدلة كانت 11 فاصلة. الحمية والتغذية 13. الصحة والبيئة كانت هبطت حتى ل9 العام اللي فات في بعض المدن. الأشعة كانت وصلت ل 14. صيانة المعدات البيوطبية 14. إحصائيات صحية 14. مقوم البصر كانت هبطت حتى ل 10. وضع أجهزة استبدال الأعضاء 12. مصحح نطق نفساني حركي كانوا هبطوا ل 12. الترويض الطبي 10. الترويض بالعمل 11. مساعد اجتماعي 13. القبالة 9. غتقولوا لي ودابا هاد العام شنو غادي نديروا؟ انا عندي 10، انا عندي 11، انا عندي 12. شوفوا اللي عنده 10 لتحت 10 9 8 غادي يدفع في يد الله سبحانه وتعالى. غادي يدفع للصحه والبيئه، ولا غادي يدفع للصحه النفسيه، ولا الصحه الجماعيه، ولا غادي يدفع للساج-فام الا كنتي بنت. ولا غتدفع لممرض في امراض الشيخوخه، ممرض في امراض الكلى، ولا ممرض في العمليات الجراحيه. كان عندك 12 13 ممكن انك تدفع لهادو النيت اللي قلت لكم، ولا انك تقدر انك تدفع حتى المحضر في الصيدله، ولا انك تدفع لصيانه المعدات البيوطبيه، ولا انك تدفع لممرض في العلاجات في علاجات المواليد والاطفال. واخا براسها فيها 12 13 تقريبا هي، وممرض في العلاجات الاستعجاليه والعنايه المركزه. بوليفالون واخا طالبين عدد كبير، كيبان لكم عدد كبير، ولكن لا، راه نقصوا على الاعوام اللي فاتوا. يعني ممكن ان العتبه ديالو طلع ل 14 15. فحاولوا انكم ما تغامروش بزاف، فكروا مزيان قبل ما تختاروا التخصص. كيبقى هادشي تقريبي فقط، انا قلت لكم غير تقريبا لا يدفعوا اللي عنده النقطه هابطه. ونتمنى انكم توفقوا ان شاء الله، وان شاء الله باش ما كان غادي نبارطاجي معكم. بالتوفيق للجميع، واللهم ييسر الجميع ان شاء الله. المزيد قريبا ان شاء الله باذن الله.